ازيكم يا شباب، معاكم ايهاب فايز. فيديو هنتكلم فيه عن تتعلم البرمجه ولا تتعلم اليو اكس يو اي ديزاين في 2023. يعني احنا خلاص فاضل شويه ونبدا السنه، فطبعا احنا عايزين نبدا السنه الجديده بهدف ممكن يغير حياتنا. فسريعا كده قبل ما نبدا الفيديو نتكلم عن كل حاجه، اتمنى انك تشترك في القناه عشان نوصل 100,000 مشترك. فاضل شويه يعتبر يعني ونوصل، وبس يا سيدي يلا بينا نبدا الفيديو. طيب الفيديو مبني على رايي الشخصي وعن تجربتي. انا جربت اتعلم الفرونت اند واحيانا الباك اند واحيانا حتى الفول ستاك، وبرضه في الاخر برضه اتعلمت تجربه المستخدم او اليو اكس يو اي ديزاين. فانا هتكلم بشكل صريح جدا عن حاجات كتير جدا واجهتني، وبرضه احيانا جت عليا وقت انا كنت بفكر فيه اعمل شيفت كارير من اليو اكس يو اي ديزاين للبرمجه، وكان ايه السبب بتاعها وقتها، وبعدها ايه اللي غير رايي برضه خلاني استمر في اليو اكس يو اي ديزاين وان انا ما اعملش شيفت كارير للبرمجه. فسريعا كده تعالى الاول نتكلم عن مقارنه بسيطه بين الاثنين كمميزات. انا مش شايف عيوب كتير جدا في الاثنين، فانا بس هتكلم عن مميزات الاثنين اللي انت بيها ممكن تشوف ايه اللي تناسب معاك وتبدا فيها. وطبعا يعني قبل نتكلم عن اي حاجه، فهتلاقي عندي في القناه هنا في كورسين او اكتر حتى من كورسين لتعلم فيجما وادوبي اكس دي، وبنعمل مشاريع كامله تصميم مواقع وتطبيقات الموبايل كامله يعتبر كده باحدث يعني تحديثات من فيجما، والمشاريع كامله هتساعدك انك تعرف تبني بورتفوليو خاص بيك على بيهانس وهكذا. فاتمنى انك تشوف الكورسات على القناه، هتلاقيها في بلاي ليست خاصه بيها. طيب تعال نتكلم يا سيدي عن المميزات بتاعه اليو اكس يو اي ديزاين. اول ميزه معانا في اليو اكس يو اي ديزاين ولو انت ممكن تتعلم برنامج واحد وتشتغل بيه. يعني كمثال ممكن تتعلم فيجما، مش محتاج تتعلم ادوبي اكس دي وتشتغل بيه. ممكن تتعلم ادوبي اكس دي وتشتغل بيه. ممكن تتعلم فريمر او سكتش او اي برنامج تاني يعني خاص باليو اكس واي ديزاين. طيب ليه؟ لانه كل البرامج هي فيها نفس المميزات بس في اختلافات بسيطه جدا، وفي الاخر الاهم طبعا السوق محتاج ايه. السوق محتاج ادوبي اكس دي ولا فيجما، لان دول اكتر اتنين معروفين في الوطن العربي وكمان في الدول الغربيه، بجانب السكتش لان السكتش نوعا ما يعني طالع بره المنافسه بشكل بسيط بس مش قوي يعني. فممكن تتعلم واحد من الاثنين دول وعادي جدا ممكن تلاقي شغل وتبدا تشتغل عادي جدا. تاني ميزه معانا واللي هي المجال لسه بيتعرف في الوطن العربي، يعني زي ما تقول كده ممكن مش متشبع قوي ومحتاج ناس كتير جدا يعني تتعلم وتنافس فيه وتعرف تعمل حاجه. هتلاقي كتير جدا وظائف يعني يو اكس ديزاين ومفيش كتير جدا ناس قادره يعني تتوافق مع المتطلبات بتاعه الوظائف ديت. فللاسف بتبقى الوظائف مفتوحه لوقت كبير، طبعا بسبب ان الشركات بتدور على واحد تنين مجنح او واحد عنده خبره اكتر من 3 سنين، والناس لسه في مستوى انه لسه بيتعلم او انه لسه طالع يعني فريش مثلا من التعليم وكل حاجه، فبيدور على حاجه انترن او حاجه جونيور. فانا شايف ان دي حاجه كويسه ان المجال مش متشبع بشكل كبير قوي، انه في كتير جدا ناس اكتر من الوظائف نفسها. الفكره نفسها انه في كتير جدا ناس، بس المشكله هنا انه الوظائف نفسها متطلباتها مش بتتماشى مع الكل. فلو انت قدرت انك تتعلم وتثبت نفسك بعيدا عن الثلاث سنين ولا 10 سنين اللي بيكتبوها الشركات، يعني لو انت قدرت تثبت خبرتك وان انت مبدع او انت عندك المهاره بعيدا عن الخبره ديت، الشركه هتوظفك 100%. بتحصل كتير، حتى حصلت معايا انا وحصلت مع ناس كتير جدا غيري بصراحه. فانه الشركه ممكن تكتب 4-5 سنين، ده ما يعنيش ان انت مثلا ما تتجرأش او انه تبقى محبط انك تقدم على الوظيفه ديت. ما دام انت شايف ان انت عندك باقي المؤهلات اللي الشركه بتطلبها، سيبك من الخبره وقدم وان شاء الله خير. ثالث ميزه معانا واللي هي المرتبات في مجال اليو اكس ديزاين منافسه لمرتبات البرمجه. طبعا مش احسن من البرمجه، ممكن انها اقل بشويه، ولكن احيانا في بعض الشركات يعني زي مثلا شركات ابل او الشركات الكبيره زي شركات الفانج، يعني مرتبات اليو اكس ديزاينرز او البرودكت ديزاينرز بتبقى اعلى بكتير احيانا يعني من المبرمجين نفسهم. لكن في بعض شركات الستارت ابس وغيره بتكون المرتبات يعني متساويه او متقاربه، فدي حاجه كويسه. يعني المجالين مقربين جدا من بعض ومرتبات كويسه مش وحشه بصراحه. رابع ميزه معانا واللي هو المجال عليه طلب كتير، سواء بقى كان مشاريع فريلانس او حتى يعني مشاريع مثلا يعني شركات محتاجه واحد فول تايم او بارت تايم. لانه الشركات حاليا او المنتجات الرقميه او حتى الغير رقميه، الشركات اللي عملت المنتجات دي فهمت اهميه تجربه المستخدم وازاي وليه نفكر في المستخدم وازاي ده هيفيد علينا احنا بعائد في المنافسه ما بين كل الشركات المنافسه لينا او حوالينا في السوق، وكمان على المستخدم بتاعنا وعلى البيزنس بتاعنا وعلى اهدافنا المستقبليه، ازاي ممكن يخلينا نمشي باتجاه صحيح يعني يتوافق مع اهدافنا ومع احتياج المستخدم، وكمان مع تنافس كويس بين منافسينا في السوق. فطبعا دي بصراحه ميزه كويسه جدا انه الشركات بقت تعرف قيمه مصمم تجربه المستخدم، ان هو مش بس واحد بيعمل
بيعمل مربعات ومستطيل والوان، انما هو بيرسم وبيعمل كل تجربه المستخدم. ومش بس كده، بيحل مشاكل، بيلاقي مشاكل مش موجوده اصلا يعني في البلان بتاعه البرودكت او الفيتشر اللي انتوا طالعينها مثلا في الشركه، وبيطلعها وبيثبت اهميتها، وبعدها بتدي عائد كبير جدا للمستخدم وللبيزنس نفسه كارباح. فطبعا يعني مساهمه تجربه المستخدم تقدر تقول ان هو يعني لايف سيفير، يعني منقذ حياه المنتج، ويقدر يعمل بيه حاجات كتير جدا. طبعا لو عنده يعني القدره ان هو يخلي فيه كلتشر عن تجربه المستخدم في الشركه، ويعني يبقى عنده القدره انه يقول رايه بداتا، وقادر انه يجيب الداتا كمان عشان يثبت انه الكلام دوت صح او دوت مش صح، وهكذا. طبعا الفتره اللي فاتت دي شفنا انه شركات كبيره جدا، حتى شركات الفانج زي مثلا ميتا، تويتر، لينكدين او اي شركات تانية كبيره، عملت يعني لاي اوف، او انها كتير جدا ناس للاسف اتطردت من وظائفها. كانت نسبه كبيره جدا منهم مبرمجين. وتعالى هنتكلم في النقطه دي شويه، بس هي بصراحه وبشكل منطقي وواقعي للستارت ابس، واحيانا كمان للشركات الكبيره، واللي هو احيانا بعض المشاريع تتطلب اكتر من 20 مبرمج، او احيانا تتطلب 5 أو 3 أو حتى 2. انما بعض الاوقات كيو اكس ديزاينر تطلب شخص واحد بس، طبعا حسب ميزانيه الشركه، حسب اهداف الشركه، وحسب الشخص دوت ايه يعني خبرته ومستواه، وهل هو قادر يعني يقدر يعمل كل حاجه ولا لا. بس لو نيجي نتكلم بمنطق وبشكل واقعي، يعني احنا كيو اكس ديزاينرز موضوع يعني مثلا الفصل او الطرد كمثال، كاللاي اوفس اللي كانت بتحصل الفتره اللي فاتت، ما اثرش كتير قوي في مصممين تجربه المستخدم، لان في نسبه كبيره جدا من الناس اصلا بتبقى يعني في كل مشروع في مثلا 4 5 مبرمجين، وفي واحد بس يو اكس يو اي ديزاينر. فساعتها لو هنيجي نبص لها بشكل منطقي، ممكن صاحب الشركه بالنسبه انه الميزانيه مش كويسه ومش عارف ايه، ممكن يطرد او مثلا يطلع شخص من فريق المبرمجين، لكن مش هيعرف يطلع مصمم تجربه المستخدم اللي هو مسؤول عن المنتج من اوله لاخره وهكذا، لانه ده هو الشخص الوحيد. طب مين اللي هيكون مكانه؟ صح، وهياخد قد ايه وقت عشان يجيب حد يعرف يبدا معاه من الصفر وهكذا. لكن طلع مثلا واحد من المبرمجين وفضل 4، او طلع 2 وفضل 3، ما زال في نسبه كويسه للشركه. طبعا ده كلام مؤلم ان الواحد يسمعه بصراحه، بس يعني ده الواقع بتاع حياتنا كبشر يعني، فلازم نتاقلم ونتعامل معاه بصراحه. يعني طبعا حاجه مش كويسه، بس يعني انا اتمنى ان اي حد يعني خسر وظيفته الفتره اللي فاتت ديت، انه ربنا يكون معاه، وانه يلاقي لي يعني يساعده انه يلاقي وظيفه وكله يبقى كويس يعني. طب تعالى نتكلم بقى عن مميزات البرمجه. انا بصراحه شايف انه في 3 مميزات مهمه جدا بالنسبه لي، اللي هي انا كإيهاب ممكن فعلا اتعلم البرمجه على جنب بسببها، جزء منها يعني. اول حاجه مثلا لو ايهاب او اي حد تاني مثلا اتعلم فول ستاك، ممكن يكون تنين مجنح بعدها بصراحه، يمسك مشاريع كامله لوحدها، وعنده يعني مستقبل كويس جدا انه ممكن يفتح شركه، او ممكن يتعامل مع شركات كتيره، يبقى كونسلتنت ويبقى تيك ليد، او مثلا يعني يبقى ماسك فريق مبرمجين وهكذا. بس طبعا الموضوع ده محتاج خبره سنين ودراسه كتيره جدا، بس فيها مستقبل كويس جدا بصراحه. تاني ميزه معانا وهي البرمجه دايما 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 عليها طلب، خصوصا في الوقت الحالي بسبب تطور الذكاء الاصطناعي وكمان البلوك تشين. لانه حاليا طبعا احنا شفنا في بقى كونتراكتورز ومحتاجين حاجات كتير جدا في البلوك تشين كديفلوبمنت وغيره، مفيش كتير جدا ناس اتعلمت حتى البلوك تشين كديفلوبمنت وهكذا. فدي حاجات عليها مرتبات كويسه جدا، ويعني في تنافس كبير قوي فيها، ومش متشبع قوي السوق في الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين حاليا. طبعا ده بتكلم في الوطن العربي وكمان بره الدول العربيه الغربيه يعني. ثالث ميزه معانا بصراحه، واللي شايف اللي هي هتفيد اي حد بيبدا سواء بقى في تجربه المستخدم او البرمجه، وانه يقارن بينها، واللي هو ان مجال البرمجه معروف جدا اكتر من مجال تجربه المستخدم. وده بيعني انه مش بس هتلاقي وظائف كتيره في مجال البرمجه، كمان هتلاقي محتوى كتير مجاني او غير مجاني بالعربي او غير عربي بالانجليزي او لغه تانية، وهتلاقيه موجود فعليا. لكن مثلا تجربه المستخدم صعب جدا انك تلاقي محتوى فعليا قيم على اليوتيوب او على اي مكان تاني، او حتى الكورسات نفسها. يعني انا بتكلم بصراحه، احيانا هتلاقي كورسات في اليو اكس واي ديزاين هتلاقي انها مثلا بتتكلم عن برنامج معين لكن ما بتتكلمش عن اليو اكس، وتلاقي بعض الاحيان مثلا كورسات عن اليو اكس اللي بتتكلم عن الحاجات البدائيه لكن ما بتتكلمش بتعمق وهكذا. ولسه ما فيش كورسات كتيره قوي، ولو لقيت كورسات فتلاقي مثلا من اماكن كبيره زي كارير فاوندري، ان جي، واماكن تانية واسعارها بتتعدى الاف الدولارات. يعني ان جي 900 800 دولار او 1000 الله اعلم، طبعا زودوا سعرها ولا لا دلوقتي، انما كارير فاوندري طالع في ال6 وال5 او ال8 حتى. فالفكره نفسها انه البرمجه بالعكس عندها كوميونتي كبيره جدا، محتوى رهيب هتلاقيه في كل مكان. فده عنصر اساسي من اي حاجه عايز تذاكرها وشايف ان هيبقى ليها مستقبل ليك. هل
الحاجه دي لو انا هبدا اذاكرها هلاقي محتوى مجاني، لانه ايهاب لما بدا ما كانش معاه فلوس مثلا انه يشتري كورس، وكان بيشوف مقالات على ميديوم مجانيه وبيشوف فيديوهات على اليوتيوب، فتعلم شويه وبعدها اخذ مشروع، فبدا بعدها يقدر يجيب كورس، او مثلا والدته او والده ساعدوه عشان يشتري كورس مثلا من مدرسه الانتراكشنز اند فاونديشن عشان يقدر يكمل الدراسه في المجال ده بشكل يعني متقدم اكتر من المحتوى المجاني اللي ممكن يلاقيه. فهنا كانت دي مثلا كبدايه ايهاب. ممكن في فيديو تاني ممكن نتكلم اكتر عن قصتي، بس ده في فيديو تاني يعني. احنا طبعا اتكلمنا شويه عنها بس ما كانتش كامله وقتها بصراحه. فالمهم ده كان من ناحيه مثلا اليو اكس ديزاين او اليو اكس اي ديزاين. انما من ناحيه البرمجه فانت بالعكس، انت ممكن تلاقي كورس كامل فول ستاك على يوديمي ب $10 او $15 فوق ال 60 70 ساعه. انما لو هتشوف كورس عن فيجما ادوبي اكس دي او حاجه زي كده، او حتى اليو اكس يو اي ديزاين على مثلا يوديمي، مش كامل، ما فيهوش كل المحتوى اللي بصراحه يأهلك انك تشتغل في شركه او انك تشتغل كفريلانسر. بعدها انت للاسف بتضطر انك تطلع من الكورسات ديت تعوم في بحر كبير جدا، مش عارف تبدا او تعمل ايه بالظبط. فطبعا ده هدف القناه بتاعتي، انه انا اسهل على الناس كلها حياتها في الموضوع ده، وانه ارشد الناس، لانه انا كمان كنت تهت في الحاجات دي من فتره كبيره جدا من اول ما بدات، ولقيت طريقي بعد ما غطست وعمت وغرقت حتى يعني. فما تنساش تشترك في القناه عشان تساعدني، عشان نعمل فيديو كتير جدا عن ازاي فعلا تتعلم المجال صح وتبدا تلاقي وظايف في الدول العربيه او حتى بره وهكذا. وطبعا الكورسات بتاعتي دي 3 مرات تقريبا اسوق فيها في الفيديو دوت، هتلاقي فعلا كويسه جدا ليك، هتخليك تعرف تتاهل انك تتعلم وتبقى محترف ادوبي اكس دي او حتى فيجما، ويأهلك لسوق العمل من غير حاجه. مش محتاج تدفع فلوس، مش محتاج تشتري كورس بحاجه زي كده، بالعكس هتلاقي عندي على القناه وكله زي الفل يعني. طيب تعال نتكلم شويه عن ليه ايهاب من فتره كبيره كان عايز يعمل شيفت كارير للبرمجه وعايز يسيب مجال اليو اكس واي ديزاين. طيب اولا المشاكل ديت هي داخل الشركات. احيانا انت كيو اكس ديزاينر بما ان مفيش ثقافه كبيره جدا في الشركات، فبتواجه وقت صعب وصعوبه كبيره قوي، والصوت بيكون للمبرمجين. مش بس الصوت، لكن كمان المرتب بيكون احسن، وكمان يعني اقولها ازاي، يعني في مستقبل كبير بصراحه المبرمجين بالنسبه للوقت الحالي. طبعا مجال تجربه المستخدم لسه ما اخدش يعني فرصته قوي في الوطن العربي، لكن مش عارف قدامه قد ايه عشان ياخد وقت بصراحه. لكن البرمجه هي اثبتت نفسها بقالها اكتر من 20 30 40 سنه، فحاجه تم اثباتها، حاجه مهمه جدا الكل بيحترمها وبيهتم بيها جدا. ممكن ناس نسمينا ويب ديزاينرز في الاخر، احنا كمصممين تجربه المستخدم بيفكروا ان احنا مثلا بنعمل شويه مربعات، انما البرمجه مختلفه. في نفس الوقت المرتب كويس، انا شايف انه بصراحه كويس اكتر من يعني مصممين تجربه المستخدم. فاللي هو حتى الجونيور كديفلوبر ممكن يكون بياخد احسن من الجونيور في اليو اكس اي ديزاين، وحتى الانترن بيكون احسن شويه بصراحه. دي كانت حاجه من الحاجات اللي كنت انا عايز اغير عشانها. انه كمان طب انا ايهاب حاليا انا كويس مثلا في البرودكت ديزاين، بس انا عايز اوسع اكتر ارباحي او دخلي، فممكن اتعلم البرمجه علشان على الاقل حتى اتعلم الفرونت اند، بما ان دوت ليه دخل شويه يعني واجهه المستخدم اللي انا بصممها. فكنت بفكر اعمل حاجه زي كده بصراحه، وجا عليا وقت اكتر من 5 شهور كنت قاعد بذاكر جافا سكريبت اتش ام ال سي اس اس وكمان تيلند يو اي وبوتستراب وحاجات كتيره جدا يعني في الفرونت اند. بصراحه استمتعت جدا بالوقت دوت وكل حاجه، بس كان في تحدي كبير جدا هنا، واللي هو ما كنتش قادر اوفق بين خبرتي هنا وهنا، او اوفق بين الاثنين في نفس الوقت، وبسبب حكم شغلي وكمان بسبب انه دي حاجه جديده عليا في البرمجه، فمش عارف اوفق بينها بصراحه. فطبعا برضو حاجه تانية خلتني ان انا اتراجع شويه عن الموضوع دوت وافكر في بلان تانية اقول عليها دلوقتي، يعني اللي هو يا ايهاب لو انا هبدا اشتغل من جديد في البرمجه، انا لسه بتعلمها طبعا وهبدا اتعلم وراح اشتغل في شركه، هل هتديني المرتب مثلا اللي انا حاليا كمثال ايهاب بياخده في الشركه اللي هو فيها كمثلا سينيور بروجكت ديزاينر او بروجكت ديزاينر او اي مستوى انا فيه؟ تقريبا لا، لان هبدا من الصفر. طب هل مسؤولياتي واحتياجاتي الحاليه مستعده ان هي تتقبل الوضع الراهن اللي هيحصل بعد كده؟ للاسف لا. فساعتها هنا انا للاسف تراجعت اكتر بسبب الموضوع دوت. فلو انت ما عندكش المشكله ديت وما عندكش حاليا اي ظروف او تحديات كبيره، انت ممكن تدوس عادي جدا وتتعلم الاثنين. بشوف كتير جدا ناس اصلا يعني اندي هاكرز او يعني اشخاص بيبقوا سولو فاوندرز، يعني بيبقوا مثلا بيعملوا واجهه المستخدم كيو اكس ديزاين، كان بيعملوا انترفيوز وكل حاجه في اليو اكس، مش بس يعني مهتمين جدا باليو اي، لا كانوا مهتمين باليو اكس جدا وبالكاستمر اوبينيون وغيره، كمان فاهمين الفول ستاك. كتير جدا امثله زي مثلا برودكت اسمه blackmagic.so دوت من شخص اسمه توني. برضه في برودكتس كتير جدا يعني هي ساس سوفت وير از سيرفيس، هتلاقي كتير جدا حاليا ناس فعليا اتعلمت اليو اكس واي ديزاين واتعلمت كمان الفرونت والباك وعملت منتجاتها الخاصه بيها اللي بتجيب لها ارباح شهريه كويسه جدا بصراحه. فدي حاجه كويسه جدا، وانا شايف انه مستقبلا انا ممكن اتعلم البرمجه في نفس الوقت، مفيش مشكله. ليه؟ لانه انا عايز انافس في السوق قريب، هيبقى في تشبع كبير في المجال بتاعنا ومحتاجين ننافس. فالمنافسه هنا مش بس هتكون على الخبره ولا حتى على
الميزانيه بتاعتك، بس كمان القيمه اللي انت بتديها للشركه. بصراحه اي شركه عايزه الاحسن ليها وللفريق اللي انت تشتغل معاه، عايزينك تكون مبدع وموهوب وعندك اكتر من خبره وعندك اكتر من مهاره ممكن يستفادوا بيها في الشركه. فهنا طبعا بيبقى في منافسه كبيره جدا وشديده شويه. فالفكره نفسها لو اتعلمت جزء من البرمجه يساعدك على الاقل فهم تشتغل مع المبرمجين، تبقى زي الفل و100 و10 يعني. ولو ما اتعلمتهاش في الوقت الحالي كويس جدا، لكن هيبقى في منافسه صعبه مستقبلا. انا بس بقولها كنصيحه بصراحه، وانا برضه هعمل بيها. تمام. حاجه تانية برضه خلتني انه انا كايهاب يعني افكر انه ممكن مش بس اوكي ممكن اتعلم فرونت اند او ممكن اتعلم ويب فلو كمثال كايهاب. ليه الويب فلو؟ ويب فلو هي تكنولوجي كويسه جدا زي ويكس او اي حاجه تانية، لكن ويب فلو متقدمه بشكل مش طبيعي. عندنا في الشركه عندنا بنعمل مشاريع كتير جدا بالويب فلو، وانا كايهاب لوحدي اهو برودكت ديزاينر بيمسك مشروع يخلصه لوحده، يعني ويب سايت كامل من غير اي ديفلوبر يكون محتاج يشتغل معاه ولا حاجه. طبعا احيانا بنحتاج كاستم كود في الجافا سكريبت او حاجه زي كده، فبنلجا لديفلوبر عندنا في الشركه عشان يقوم لينا انه يعمل لنا الفانكشن اللي احنا محتاجينها وهكذا. فالويب فلو بصراحه متقدم بشكل مش طبيعي، وهتلاقي كتير جدا ان في ناس بقت ويب فلو ديفلوبر، يعني هو ديزاينر بس هو ديفلوبر في نفس الوقت، بس المتعارف اكتر على اللقب نفسه بتاع الجوب تايتل بتاع الويب فلو هي ويب فلو ديفلوبر، والساعه بتاعته كويسه $40-50 بالساعه. طبعا يعني ده مستوى الانترميديت او حاجه زي كده. الجونيور مش عارف كام بصراحه، لان انا ما اشتغلتش بره الشركه عندي في الويب فلو بشكل كبير بصراحه قوي يعني. سريعا كده عشان ما ناخدش وقت كبير. بص يا سيدي، لو انت عايز تتعلم مجال تجربه المستخدم لازم تبقى مستعد انك ممكن تصرف شويه عشان تلاقي كورسات كويسه، ولازم كمان يعني تشوف فيديوهات عندي في القناه يعني بتكلم فيها ازاي تختار الكورس المناسب في السوق، او مثلا في سوق الكورسات الكتير جدا احنا بنشوفه دوت، علشان ما تضيعش فلوسك على كورسات ممكن فعليا ما تفيدكش. دي حاجه. تاني حاجه انك كمان تكون متعلم اللغه الانجليزيه بشكل كويس، عشان فعليا مفيش محتوى كتير قوي بالعربي للاسف هيساعدك. في مجال البرمجه برضو محتاج اللغه الانجليزيه لانه كل الكود باللغه الانجليزيه، بس في محتوى كتير جدا بالعربي هيشرح لك الكود، فانت مش محتاج يعني تفهم اكتر من سطر الكود نفسه، الا طبعا لو انت عايز تفهم اكتر وتخش على الدوكيومنتيشنز بتاعه الفريم وركس او بتاعه اللغات البرمجيه اللي انت بتذاكرها وهكذا. لازم فعليا تشوف المحتوى، هل المحتوى متوفر وهل وقتك متوفر، والميزانيه اللي انت ممكن تكون محتاج عشان كورس تناسب معاك، وكمان تبص هل انت بتحب الحاجه دي ولا لا. لانه في الاخر انا كايهاب او اي حد تاني لازم نبص لحاجه مهمه جدا بصراحه ممكن مش بنبص لها دايما، واللي هو هل المجال ده انا هفضل فيه 10 سنين، او هل انا بحب المجال ده بحبه فعليا وحابب اشتغل فيه طول الوقت رغم كل الضيقات والظروف اللي هواجهها جوه الشركات. طبعا مش اي شركه تبقى ملاك، يعني هيبقى في وقت صعب انك تشتغل في اي شركه، هيبقى في وقت الكلام مش كويس جوه الشركه، هيبقى في سلبيات كتيره جدا ممكن تخليك تكره شغلك. فهل حبك وشغفك للمجال ده هيخليك تستحمل كل دوت وتعرف تتقدم قدام اكتر، ولا ممكن يرجعك لورا وتكون خسرت كل حاجه انت كنت بنيتها من الصفر؟ فبصراحه ده كان فيديو النهارده بتكلم فيه عن كل المميزات ديت، وانا شايف المجالين كويسين جدا صراحه. بس في الاخر الراي رايك انت. انا حبيت اقول رايي الشخصي، هتتعلم مجال تجربه المستخدم ولا مجال البرمجه في 2023؟ انا شايف الاثنين كويسين زي ما لسه بقول. برضو في نفس الوقت قول لي رايك في التعليقات، ولو انا مثلا نسيت نقطه مميزات او سلبيات فاتمنى انك تعلق برضو وتقولها لنا عشان كل الناس بتتفرج على الفيديو تستفاد بيها. لو ما اشتركتش في القناه اتمنى انك تشترك، وبس كده اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.